قبل المسلسل ما يتذاع بدأنا يعني نقرا حاجات عن الشخصيات، يقولوا ان انت هتطلع مثلا هتعمل دور رجل اعمال، نلاقي الحاجات مختلفة. بتبقى اجتهادات من المواقع، ولا بيبقى في حاجات كانت موجودة الاول في السيناريو وبتتغير مع الوقت؟ انتوا قاعدين خلاص قاعدين قعدات عمل بقى وهتبدأوا تصوروا، فبتغيروا شوية حاجات في التفاصيل بتاعت الشخصية؟ لا، هي التفاصيل ما بتبقاش الحاجات الميجر، يعني زي الشغلانة او متعلم فين او الحاجات دي كلها. بتبقى التفاصيل بسيطة جوه الشخصية نفسها، يعني كل واحد يعني الممثل بيبقى عنده وجهة نظر لما يقرأ الشخصية، بيقعد مع المخرج، بيقعدوا يتناقشوا وبتاع، وبعدين يستقروا على الاتجاه بتاع الشخصية نفسها. يعني أنا قبل ما ابتدي في الرقم سري قعدت أعمل زي سيرة ذاتية كده للشخصية من ساعة ما اتولد لغاية اللحظة اللي احنا موجودين فيها. اتولد فين وعاش مع مين وكان عايش ازاي وايه المشاكل اللي حصلت له من هو صغير، والمشاكل اللي حصلت له بالظبط أثرت في شخصيته، علاقته بأبوه وأمه، علاقته بجيرانه، علاقته في المدرسة بأصحابه اللي في الفصل، علاقته بأصحابه اللي ساكنين جنبه في الحي. يعني فاهمة كل الحاجات دي، تفاصيل كتير. بقعد اكتبها لغاية لما اوصل لشخصية يبقى قدامك كأن مثلا باسم ده، إن انا عارف هو من ساعة ما اتولد لغاية دلوقتي عايش عيشته عاملة ازاي بالظبط. فاهمة قصدي؟ فحتى أستاذ توبة كان مبسوط جدا بالموضوع ده، وأستاذ سليمان، وقعدنا نتكلم وأخدوا من الحاجات اللي أنا كتبتها دي شوية يطعموا بيها بقية الحلقات اللي اتكتبت بعد كده. هحاول أبقى لئيمة. أهم مشهد ليك أو أصعب مشهد ليك فات ولا لسه جاي؟ لا لسه جاي. طب في المشاهد اللي اتعرضت لحد دلوقتي، ايه الحلقة او المشهد اللي كان بالنسبة لك تقيل؟ والله بصي انا ما بيبقاش عندي تقل في المشاهد على قد لو في مشاهد كتير، يعني يبقى الديكور بتاعي مثلا فاعمل مثلا 10 مشاهد. فدي اللي بتبقى صعوبتها ان الواحد بيقعد يحفظ. انا يعني ما بعرفش احفظ غير بالكتابة. كنت لسه هسألك عن النقطة دي، ان انت مشاهد البنك 6-7 بيتكلموا في نفس الوقت. مشاهد يعني تلخبط شوية، بالتالي كانت متعبة في الحفظ. مش يعني هي مش متعبة في الحفظ على قد ما لو الكم كبير بيتعب في الحفظ، لان أكيد. انت مثلا احنا بنصور النهاردة وبكرة عندي اوردر، فبرجع هموت وانام، بس لازم اطلع على المكتب اقعد اذاكر واشتغل على المشاهد بتاع تاني يوم. فبحب دايما اروح اللوكيشن وانا حافظ، ما بعرفش احفظ قبل المشهد على طول وكده، يعني فاهمه؟ ما عنديش الملكه دي، فبقعد احفظ بالكتابه وبتاع كاني في الثانويه عامه. ده موضوع انا صعب كنت برضه. ادبي فبحفظ ملوك الحفظ احنا بتوع ادبي. لمينا الدنيا على طول. فده اللي بيساعدني. خلينا نتكلم عن الشخصيات كده. نبدا مع الغلبانه نادين كده، مديره البنك. احكي لي يعني احكي لي عن كل شخصيه كده، حاجه في الكواليس كانت عامله معاكم. نادين خطيره. انا اول مره امثل معاها. انا اعرف نادين من زمان جدا جدا، لان كنا مع بعض في الاوبرا. كانت هي فرقه الباليه وانا في اوركسترا اوبرا. وبصراحه انا فوجئت على الشاشه لان احنا ما عملناش مع بعض مشاهد كتيره قوي، بس فوجئت بالشخصيه بتاعتها، عاملاها حلو جدا 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 ندى. فبقول لها الف مبروك، وكان تحفه. ورانيا منصور برضو من الناس اللي شدت انتباه الناس قوي في المسلسل طبعا. الكواليس بينكم كانت عامله ازاي؟ بصي، احنا زعلانين ان احنا قربنا نخلص تصوير. يعني بالذات ان احنا كنا مبسوطين واحنا بنشتغل مع توبة وفي اللوكيشن، وحتى محمد عبده اللي عامل دور مجدي. لما بنتقابل انا وهو كل يوم، يعني فبيقول لي يا اخي انا احلى حاجة في المسلسل الكواليس كمان حلوة، يعني فاهمة؟ احنا بقينا اصحاب جدا جدا جدا، قربنا من بعض جدا. فمبسوطين طول الوقت يعني. فعمرو وهبة برضو وصدي صخر اول مرة نشتغل مع بعض، فمبسوطين الصراحة يعني. عمرو وهبة كمان في ميزة ان عمرو عمرو كوميدي بالفطرة. يعني هو حتى هو قاعد بيتكلم في العادي تلاقي هو حتى ما بيبقاش بحس ان ده افيه، بس هو بيبقى بيضرب افيهات جامده. أيوة وهو بيتكلم حتى عن الموضوع بيحلله ببساطه، ممكن يبقى بيتكلم بعمق. بس انا عمرو في المطلق بحس ان هو عنده الملكه دي، بالتالي بيبقى قلب الكواليس طبعا. لا هو شخص لذيذ جدا على المستوى الشخصي وعلى المستوى الفني، من الناس اللي انا بحبهم يعني، وحبيته اكتر. وصدقي برضو جدا جدا، لان انا اول مره اشوف صدقي،
واستغربت ان هو طويل. كنت مستغرب جدا، انا كنت دايما متخيل ان سيدي صقر قصير، ما اعرفش ليه. وانت في الناس الطويله ما شاء الله ايوه، يعني. ففجاه لقيته طولي يعني احنا هنهزر ولا ايه؟ فاستغربت. بس وطبعا ياسمين رئيس صديقتي من زمان يعني، وعملنا قبل كده انا شهيرة انا الخاين، فدي تاني مره نشتغل مع بعض. والحمد لله يعني مبسوطين، والحمد لله ان ده كمان لما بان على الشاشه واحنا بنصور أكيد. المسلسل بيتعرض، فبنحس ان احنا عملنا حاجه الناس مبسوطه بيها، فبيدينا باور ان احنا نشتغل اكتر يعني. شروق ابراهيم كمان من الوجوه الجديده اللي لفتت انتباه الناس جدا جدا. كلمني بقى، ليكوا مشاهد مع بعض؟ لينا مشاهد كتيره مع بعض، ان احنا زمايل يعني، نعتبر موظفين. هي من الوجوه الجديده، بس يعني عملت عمل او عملين قبل كده، بس هي يعني ليها مستقبل، شاطره جدا. واستاذ توبة بيفرق مع الممثلين جدا يعني، بيعرف طبعا. يوجه، دي حاجه حلوه قوي يعني. كان في مشهد في الاول خالص انا فاكر انا كنت عملته بطريقه، بعد كده جه قال لي لا نعمله بالطريقه الفلانيه دي احلى وبتاع مش عارف ايه، هيبان طبيعي اكتر وكده يعني. فقلت له تمام، وطلع لما اتفرجت عليه اتبسطت يعني، قلت الحمد لله ان هو جه قال لي الملحوظه دي. فبتمنى لشروق ان هي ان شاء الله يبقى ليها مستقبل، وبقول لها الف مبروك على المسلسل. زي